مرحبا شباب وصبايا، عملت الكسكس بطريقة كتير مبسطة، وكانت الطريقة الأقرب لموطنه الأصلي الجزائر أو تونس. وقدمته بطريقتين، الطريقة الأولى على الطريقة القديمة التقليدية هي أمامكم على الطاولة، والطريقة الثانية على الطريقة الحديثة على طريقتنا. وفصلت هون الخضار عن اللحم عن الكسكس عن المرق لأفصل عن البروتين والكربوهيدرات والنشويات، وهيك للي عامل سيستم خاص من الحميات الكيتونية شو بده ياكل بياكل. وطبعا ما ننسى انه الكسكس لدى الكسكس فوائد لا تعد ولا تحصى. يلا على المطبخ نبلش بالكسكس. عنا هون اللحم والدجاج انا مقطعهم مجهزهم، وهلا عم نضيف المي، وهلا مباشر بنحطهم على النار، وهلا بتسخن بس سخنت وتطلع الزفرة تبعتها. واكيد هالزفرة هي بدنا نقشها وما نخلي فيها زفرة ابدا ابدا. من بعد ما نتأكد انه ما ضل فيها زفرة بدنا نضيف لها هلا شو بدنا نضيف لها يا شباب ويا صبايا؟ أكيد بدنا نضيف لها الباقة العطرية أو المنكهات، البصلة، حبة توم من الهيل، لحب القرف، لعود قرفة، لعود قرنفل. أوكي، ونتركها تستوي لحالها، وهيك بنروح على الخضار. طبعا هون الخضار مجهزهم مقطعهم مقشرهم، وهلا عم نغسلهم نحط لهم خل بنتركهم على جنب. وبنرجع هلا للطنجرة. هناك أنا لازم أرفع هلا الدجاج عندي لازم يكون استوى. تمام، اوكي، هلا هيك عم نرفع الدجاج لصينية. وهلا بنغطي هيدي الصينية بنحطها وين بالفرن. انا هو مشغل الفرن على درجة حرارة تقريبا 80 درجة انه منوصة. اوكي، ليضلوا ساخنين عندي. تمام، هلا هي الخضار عندنا، شوفوا منظرون، الشكل بجنن، شكل روعة. طبعا بنقطع الخضار حبات كبار مثل ما هي امامكم بالشاشة. وهيك هلا بنروح بنعمل الصوص. لتحضير الصوص بنحط الطنجرة وقليل من الزيت والبصل، بنقليها بصلات، بنضيف هلا الثوم، بنضيف البندورة وبنحرك. وهلا عنا البهارات، بهارات الكسكس. شباب وصبايا، البهارات الكسكس هي امامكم على الشاشة. عنا بهارات الكسكس، قليل من الكزبرة، قليل من الكمون، قليل من الزنجبيل بنضيفه لها. بنضيف اكيد الملح حسب الرغبة. وطبعا هلا هون بدنا نضيف لها مرق اللحم. اكيد طبعا بدنا نضيف لها هلا مرق اللحم. هون هلا بدي اضيف الخضار، نوع نوع، ما بضيفهم كلهم مع بعض شباب وصبايا. اول شي عم ضيف هلا اليقطين. بدي اذكركم بالخضار، الخضار انا اللي حاطه، حاطط يقطين، حاطط اللوبيا، حاطط جزر، حاطط كوسه، حاطط بطاطا حلوه، حاطط ملفوف. اوكي، هلا هنيك فتحت طنجرة تانية، سخنا مي، اضفنا بهارات من الكسكس، وشلت الطنجرة على جنب. بدي هلا اضيف له الملفوف، حبة الملفوف انا مقطعها وبضيفها هلا لأكسب الوقت. أنا هون ما ضل عندي وقت، هلا هي لازم ينسلقوا بالمرق الخضار هون. أوكي، هلا هون عنا اليقطين استوى عندي، برفعن على صينية، طبعا مع قليل من المرق، لأنه هلا بدها تفوت على الفرن مشان ما تنشف. طبعا الفرن أنا منوصه يعني على درجة حرارة 80. أوكي، هلا بدنا نغطيها بالسنتة القصدير وعلى الفرن لتضل سخنة. نحن كل هالعملية مشان تضل سخنة. وهلا بدي كفي الخضار، بضيف هلا اللوبيا والجزر ليستووا مع بعض. هلا هون بدي ارفع هلا اللوبيا استوت عندي، بدنا نشيك عليهم بواسطة الشوكة. تمام، هلا هيك انا رفعت اللوبيا، وهلا بدي رجع على الفرن للصينية. بدي اضيف باقي الخضار كلياتهم، اللوبيا سوري، الكوسة مع بطاطا الحلوة. هلا بطنجرة تانية على جنب أنا هون جبت الزبدة، سيحت الزبدة، بنزل الكسكس. طبعا بشيلها هلا على البارد شباب وصبايا، أنا بس سيحت الزبدة بس. أوكي، هلا هون أنا على البارد بضيف له مرق اللحم، بضيف له مرق خضار، وبحرك مرق لحم مرق خضار، وعلى البارد مش على السخن. هي المفروض تكون لها طنجرة خاصة لإلها، أنا ما عندي إياها الصراحة. طبعا بضيف لها هلا بهارات الكسكس، بنحرك. هي اجمالا الكسكس على الحراره بينفش، بيتضاعف حجمه اكتر واكتر. هلا هون انا ضفت لها مرق الخضار، اضفنا لها مرق اللحم، مرق خضار، بهارات.
تمام. هلا هون عم شيك على الخضار عندي استووا. هلا بدي هون الملفوف عندي جاهز. هلا هون اضفنا الحمص، ضروري بدها حمص وبدي اقدمهم بهيدي الطريقة. قدمته على الطريقة القديمة، الطريقة التقليدية، وقدمته على الطريقة الحديثة لما نزعل شباب الكيتو اللي عاملين حميات كيتونية. شباب وصبايا، شكرا لكم، لا تنسونا بالمتابعة واللايك لما يروح تعبنا على الفاضي.